ما خيب الله حلما كنت تطلبه بالجد في السعي والإخلاص في الهمم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في قناة الأكاديمية الرياضية. من قريب ومن بعيد حنوا بفوزك وفرح. في قلب ولاية السويق، إحدى أكثر الولايات حيوية واهتماما بالرياضة في السلطنة، ومن وسط مجتمع ينبض بحب كرة القدم، ولد حلم مختلف يحمل توقيع أحد أبنائه، إنه الكابتن حمدان سعيد، لاعب المنتخب العماني ونادي السويق ومنتخب الباطنة سابقا. مدرسة للفنون منتخبنا سما سما لحد السما مثل بيت الهمم حمام رايع ودور ينظروا له بشوق. العماني ذهب والحلايل لعب، العماني ذهب والحلايل لعب، يا عجب يا عجب تاريخنا شبيه نلتفت بس إليه منتخبنا سما سما لحد السما مثل بيت الهمم إن رايع ودور ينظروا له بشوق. من كل محفل لك بدي ترموز معليته وجو. الاسم الذي لا يزال محفورا في ذاكرة جماهير الكرة العمانية عاد بعد سنوات من العطاء ليفتح فصلا جديدا من مسيرته، لكن هذه المرة ليس كلاعب بل كصانع أبطال، ولمدحه ما بنحتاج تبرير، المجد يشهد له. والكابتن حمدان يزف تقديم كابتن حمدان بشكل خاص بالاساطير، ولكن تخيلوا بعد هذا الاحتفاء يقدم لنا جوهره كرويه للسلطنه. فريق حمدان سعيد يحقق بطوله درع، بطوله أطفال تحت 16 سنه. وعرفت حمدان وشفت فريقه وشفت عمله، فتوقعت انه من قبل يمكن قبل 10 دقائق انا اقول لكم انتم الابطال. مو العمل اللي انتم تقدمونه ادارتكم وفريقكم تستاهلوا. هذه بطولة عمان اليوم تبعها بطولة العرب، هذا انجاز طيب البطولة. 2025 عام التميز والزعامة للبرتقالي تحت 16 سنة. الفريق عرف المجد في دوري السلطنة ورافقه المجد في بطولة كأس العرب. مايو عطانا الدوري، واغسطس هدانا الكاس، حتى الطفل يدري في السويق وكل الناس. البرتقالي شغل فكري ومنه اشتكى الحراس، في مدحه سال حبري يسجل بالقدم والراس. قبل الحفل بدري صورته قناة الكاس، حبه بدمي يجري في القلب والإحساس. فريقي وهبته عمري وصار حديث الناس، صغير سنه أدري لكن كبير الساس. الكوتش ولي أمري وهو تاج على الراس، الله رفع قدري بين العرب والناس. مسقط خذينا الدوري وفي صفار رفعنا الكاس. نعم، نبارك ونحتفي بالكابتن حمدان سعيد الذي كرم من سعادة السيد سليمان البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، ومنحه جائزة التميز كأفضل مدرب في سلطنة عمان للأكاديميات الكروية تحت 16 سنة لعام 2025، وذلك تقديرا لجهوده المميزة ونتائجه اللافتة مع الفريق البرتقالي خلال الموسم الرياضي. هنا
حيث تصنع أحيانا. مجيد مبروك يا راعي كفو، مبروك يا راعي كفو، يا صاحب الراية السديد، جمهورك بفعلك رضوا، لي من قريب ومن بعيد هنوا بفوزك وفرحوا، بالملاقى والوعيد ويحضروا اصحاب السمو، من كل محفل لك بديد ترموز معليته نطوي سنة مرت بها هموم وافراح، ونبدأ السنة هذه عساها سعيدة، جعل الهموم اللي من العام تنزاح، ونلقى السعادة في سنتنا الجديدة. شكرا لكم أعزائي الكرام على طيب المتابعة.